البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في ماي شانل نهى سوفت باور. والله الا توحشتكم بزاف وتوحشت نجمعوا بحال العاده. عارفه راسي غبرت عليكم شي شويه، ولكن من دابا الفوق ان شاء الله ما غادي يكون غير الجديد. المهم ندخلوا دابا في صلب الموضوع. لا فيديو ديال اليوم غادي يكون على اكثر موضوع عجبكم من الفيديوهات اللي كنت سبق وحطيت لكم في هاد لاشين، واللي غنهضروا فيه على الوصفات الطبيعيه، العنايه، شويه ديال الثقه في النفس. المهم غادي نحاول نموتيفيكم شويه ونعطيكم شويه ديال الطاقه الايجابيه، كيفاش تكوني انيقه وزوينه ومهليه في راسك، والاهم من هادشي كامل بلا ما تخسري الفلوس. غنعطيكم وصفات للشعر، للجسم وللبشره، باش تنوضوا تحركوا شي شويه وباش يدوز عندكم هذا العام زوين وتلقاو باللي درتوا فيه شحال من حاجه اللي غترجع لكم بالنفع. غادي نشارك معكم وصفات ديال الجدات وتجارب شخصيه ومنتوجات زوينه باقل ثمن. اذا بلا ما نطول عليكم كثر وندخلوا مباشره في الفيديو. إلا كنتي باغية تبدلي راسك للأحسن، فراه أول حاجة خصك تبدليها هي الهضرة ديالك مع راسك. مثلا إلا كنتي كتفيقي في الصباح وكتقولي أنا مزويناش، أنا ضعيفة، أنا غليظة، وكتبقاي تركزي بزاف غير مع المساوئ ديالك، اولا كتقولي لراسك انا ما قادراش انني نتبدل ونولي حسن من هكذا، فراه ما عمرك ما غتقدري تحققي شي حاجه، سواء تغيير في حياتك او لا اي حاجه اخرى. ولكن ملي كتقولي انا كنحاول، انا نستاهل، راه غادي تقدري تولي احسن نسخه من راسك في هذا العام. ان شاء الله غتقدروا تحققوا بزاف د الحاجات كنتو كتمناو ديروهم شحال هادي. صعيبه هي البدايه، وإلا كنتي دابا في شي مرحله صعيبه بغيتك تعرفي انك قادره تخرجي منها بكل سهوله، خصك غير المحاوله وشويه ديال الحب والاهتمام اللي طبعا ما غتسنيهش من شي واحد، بل اعطيه لراسك، حيت هادشي كامل على قبلك انتي، ماشي باش ترضي او تعجبي شي واحد. هاد الاهتمام اللي غادي ديريه اليوم لراسك وهاد التغيير اللي غتبداي به من دابا هو باش تكوني انتي مرتاحه، باش انتي يعجبك راسك وتحسي بواحد الراحه مثاليه وما كاينش بحالها. ومن بعد دابا ما هضرنا على كيفاش خصك تتعاملي مع راسك وتشجعي راسك باش تزيدي للقدام، غندوزو دابا النصيحه مهمه، واللي هي نظمي الحياة ديالك اليومية، حيث هاد الخطوة غتعاونك بزاف وغتحسي انك بديتي كديري شي حاجة على قبل راسك، وغادي تولي عندك عادات شوية بشوية، وهاد العادات هما اللي غادي يكونوا نقطة تحول ديالك للأحسن. وملي كنهضروا على العادات كنبغيو نقولوا باغ اكزامبل تنظيم النوم، خاصك تقادي النعاس ديالك. بديت بهاد النقطة حيث هي شي حاجة اللي مهمة، وعلى هاد الأساس غيتقادو بزاف د الحاجات آخرين. إلا كنتي مثلا كتبقاي سهرانة حتى الوحدة ولا الجوج، فراه إلا حاولتي تنعسي غير مع 12 هذا راه في حد ذاته تطور كبير. وإلا كنتي كتنعسي أصلا في 12 حاولي ترجعيها ل 11 باش هكذا تقدري أنك تلتزمي، ماشي ديري شي شرط تعجيزي ما تقدريش ديري به من بعد. ضروري خصك تنعسي بكري وتفيقي بكري، حتى الفياق بكري مهم وبزاف، حيث كيخليك ديري شحال من حاجه في النهار ديالك، حيث كيخلي راسك انه يتعود على واحد الوقت كينعس فيه واحد الوقت كيفيق فيه، وهكا الجسم ديالك كيكون قادر يعطي بزاف الحاجات وقادر على انه يكون productive. حاجه اخرى ردي ليها البال بزاف هي الا ما كنتيش كتشربي الماء مزيان، خاصك ضروري تبطلي هاد العاده. الماء شي حاجه ضروريه مزيان نشربوه بكثره، كيأثر داخل وخارج الجسم. كاينين الناس اللي ما كيجيهمش العطش بزاف حيت دابا وقت الشتاء والبرد، ولكن هادشي ما كيعنيش اننا نتجاهلوا هاد القضيه. ما تخليوش الجسم ديالكم ينشف، نكهوا الماء ديالكم بالطريفه ديال الحامض او الخيار او اي فواكه اخرى، باش هكذا تتشجعوا اكثر على انكم تشربوا الماء، او خذوا من السوبر مارشي دوك القرعات ديال الماء اللي كيجيو فيهم نكهات مختلفه. المهم الهدف هو تردوا البال لهاد القضيه وتشربوا الماء اكثر. وغنبقاو في اطار العنايه بالجسم وغنهضروا على الرياضه. حاولي تحركي شويه، سواء ديري حركات رياضيه في الدار او تمشي نص ساعه او ساعه في النهار، على حسب الوقت اللي عندك وعلى حسب واش كتقراي او خدامه.
شنو التوقيت ديالك المناسب. ما نقولش لك سيري لاصال ضروري، حيت الاغلبيه ديال البنات ما كيكونش عندهم الوقت، ولكن على الاقل خدي طابي والحاجات اللي غتحتاجي في الدار باش تقدري ديري دي موفمون على حساب نتي شنو باغيه تقادي في الجسم ديالك. بغيتي تقادي لا طاي، بغيتي تخدمي الكرش، بلا ما نبقاو نديرو السبه بالوقت، ممكن اي نص ساعه في نهارنا نحيدو علينا هاد المهمه باش هكا نبقاو مرتاحين، نحسو بالجسم ديالنا مزيان، نحسو بالراحه، يكون عندنا السفل. بالخصوص الا قدرتو تفيقوا بكري، تخرجوا تجريوا واحد نص ساعه ولا ساعه، تجيو للدار تخدموا بعض المناطق اللي باغيين ديفلوبيوها، تخلي ضربيها بتدويشه وهانتي بديتي نهارك كله طاقه. وما نتساوش اكيد الخطوه الاكثر اهميه، سكين كير. الا كنتي باقا هامله البشره ديالك، ما دايراش شي روتين منظم اللي كيخليك تفيقي في الصباح تغسلي وجهك ترطبيه، ديري غوماج خفيف، سيروم او اي حاجه عارفه ان البشره ديالك محتاجه ليها، فراك باقا مضيعه بزاف على راسك. الروتين الصباحي ديال البشره كيأثر بزاف على النفسيه قبل ما يأثر على السكين ديالك. العناية بالبشرة شي حاجة زوينة ولو يكون غير بمكونات ومنتوجات عادية، المهم هو تجيك مع البشرة ديالك. بزاف ديال البنات كيحسب ليهم بلي العناية بالبشرة خاصو ميزانية كبيرة، لا راه بالعكس، غير بالنظام وتعرفي تختاري الحاجة اللي غتنفع البشرة ديالك. شحال من برودوي ما واخدش حقه حيت رخيص، ولكن اللافه ديالو زوين. ماشي ضروري حتى يكون عندك ماركات غاليه عاد تسمى درتي سكين كير. خدي غير صابونه اي وحده وبانتظام، غسلي وجهك في الصباح وفي الليل، ومن بعد ديري ترطيب لوجهك باي كريم او رطبي بزيت اللوز الحلو، راه خطير، خصوصا ان هذا البرد كيبغي ترطيب معمق. غير هو الزيت ما ديروش وانتم غتخرجوا، من الاحسن ما يشوفش الشمس، وصافي شويه ديال الفازلين لفمك وانتي حاسه بواحد الراحه ما كتعوضش. حاولوا هادشي اللي ذكرت لكم كامل يكون روتين ديالكم، ماشي شي حاجه اللي ديروها مره واحده او السيمانه الاولى ومن بعد تعكسوا، حيت الاستمراريه هي اهم حاجه. اما بالنسبه للماسكات الطبيعيه، راه حتى هما كيلعبوا دور كبير بزاف في النضاره والاشراقه ديال البشره، وكيخلي وجهك يبقى محافظ على الشباب ديالو وما يكثروش لك التجاعيد والخطوط رفيعه اللي كتكون تحت العين وحتى الانتفاخات. كاينين بزاف ديال لي ماسك اللي الريزولطا ديالهم ما كتبانش ديك الساعه، ولكن اكيد راه كينفعوا البشره ديالك على المدى البعيد. المهم كيف ما قلت لكم، خصكم تحددوا مثلا ماسك في سيمانه او جوج، او كل واحده تختار نوع الماسك على حسب البشره ديالها انه هي محتاجه. الا كانت البشره ديالك محتاجه ترطيب، ما كاينش احسن من الماسك ديال دانون مسوس، الكاكاو المر ومعلقه ديال العسل. هاد الماسك ماشي غير كيرطب، هاد الماسك كيعطي نضاره للبشره وواحد الجلو خطير من غير الريحه ديالو اللي فنه. انا الصراحه ضروري هاد الماسك بالنسبه ليا مره في السيمانه، كيرجع ليا الحيويه في البشره ديالي. بالنسبه للقياسات تقدروا ديروا عينكم ميزانكم على حسب شحال بكم اللي غادي ديروه، وما تنساوش ترطبوا وجهكم من بعد ما تغسلوه من الماسك. الماسك الثاني، وهذا بالنسبة للبنات اللي كيعانيوا من حب الشباب في وجههم او لا الحبوب اللي كينوضوا في البريود، ديروا ليهم هذا الماسك غادي ينشفهم ويخليهم يحيدوا بلا ما يبقى الاثار. ومن تاني او ثالث استعمال فقط. الماسك هو دقيق ديال قشور الرمان، يا اما تنشفوا قشور الرمان وطحنوهم لراسكم في الدار وتخبيوهم تبقاو تستعملوه، او لا تاخدوه من عند العطار مطحون. ونصيحه لكم، فاش يكون عندكم شي باودر كتستعملوه في لي ماسك ديالكم، الا كان عندكم كميه كبيره منه باش ما يخسرش وباش المفعول ديالو يبقى مزيان، ديروا هذاك الباودر في شي بواطه في الثلج، كيبقى المفعول ديالو بحال يلا قديتوه وطحنتوه. المهم هذه معلومه خفيفه جبتها الهضره. نكملوا دابا على المكونات ديال الماسك. قلنا معلقه ديال دقيق قشور الرمان ومعلقه ديال ماء الورد، خلطوا الخليط حتى يولي بحال الكريم. الا كانوا الحبوب ملتهبه فضل انك تزيدي معلقه ديال العسل الحر. ابليكي الماسك على الوجه ديالك كامل من غير المنطقه اللي حدا العينين، وخليه حتى ينشف، وحاولي انك تغسليه بلطف، ما يكون دافي. ما تحاوليش انك تحكي وجهك بزاف، ضروري تتبعي
تبعي هاد الماسك مرة في السيمانة، والماسك اللي قلت لك عليه قبل حتى هو من بعد ايام قليلة غادي يولي وجهك صافي، عطي واحد النضارة عمرك ما شفتيها فيه. قبل ما ننسى، بالنسبة للدقيق ديال قشور الرمان قاصح شوية على البشرة الحساسة، ما تنسوش انكم تجربوا شوية من الماسك على جهة صغيرة من وجهكم باش تشوفوا البشرة ديالكم كتحسس منه ولا لا. من بعد في الفيديوهات الجاية غادي نشارك معكم ماسكات بزاف للتبييض والترطيب وبزاف الحاجات اخرين. خلينا دابا في الروتين اللي غادي تخدمي به هاد العام وندوزو مباشرة للعناية بالجسم، واللي اهم حاجة فيه هي انك تاخدي دوش على الاقل 2 مرات في السيمانة. تحاولي ترطبي الجسم ديالك كله حيت هاد الجو كينشف بزاف وجسمنا محتاج يبقى رطب، تبقى فيه ريحة زوينة. ديري كوماج مرة في السيمانة غير بالبقايا ديال القهوة مع زيت زيتون وشي قطرة ديال الحامض. الزيت كيخلي رطوبية في الجسم والقهوة كتخلي ريحة زوينة في الجسم كتوحد اللون. من مورا الكوماج اكيد ديروا جيل دوش ورطبوا. باش تكملوا حاولوا تخليوا هاد الخطوات عادة عندكم ودخلوها ضمن الروتين ديالكم. اما بالنسبة لشعركم، قبل ما تدخلوا الدوشو دهنوا الاطراف بشي شوية ديال زيت الكوك او اي زيت متوفرة عندكم، وحاولوا تنقصوا من الحرارة البلاك والسوشوار. دابا غير الشتا حافظوا عليه باش في وقت الصيف تلقاو ان داك الاهتمام رجع بالنفع على الصحة ديال شعركم. من مورا هادشي ما تنسوش بارفان خفيف يكمل اللمسة ديال النظافة والروتين الزوين. وبلا ما نساو ان العناية بالنفس ما كتقتصرش فقط غير على الخارج، حتى التغذية راه مهمة. وهادشي علاش بغيت نشارك معكم عصائر فيهم فيتامينات طبيعية واللي بغيتكم تدخلوهم ضمن الروتين ديالكم، خصوصا الا كنتو كتعانيو من فقر الدم او الا كانت البشرة ديالكم كتبان شاحبة. غادي ينفعكم. الا ما كانش عندكم باش تاخدوا فيتامينات ومكملات غذائية فهادو احسن بديل واللي غيعوضوكم وغيعطوكم نتيجة ما تعطيهاش لكم المكملات الغذائية اللي غالية. ونبداو دابا مع اول عصير واللي كيعطي طاقة نضارة. المكونات ديالو هما بنانة وحدة، نصف برتقالة، كأس ديال الحليب وشي شوية ديال سكينجبير. طحنوا كل شيء وشربوه يا اما في الصباح او في الليل. هاد العصير كيعطي طاقة طبيعية خصوصا في الصباح. البنان كيعطي قوة للجسم، البرتقال فيه فيتامين سي اللي كيعاون البشرة باش تولي مشرقة. عصير بسيط ولكن كتحسي بالفرق من الايام الاولى. العصير الثاني عبارة عن نصف افوكا، كأس الحليب وجوج تمرات وملعقة ديال العسل الحر. هاد العصير كنفضلو بزاف حيت كيغذي الجسم وكيعاون البشرة تولي رطبة، والافوكا فيها دهون صحية كتعاون حتى النفسية تكون مزيانة. مناسب يتشرب في الليل او في العشية وكيعطي طاقة واحساس بالراحة. العصير الثالث واللي المكونات ديالو ساهلين حتى هو، كديروا طريفة ديال الجزر من بعد ما كتحكوا القشرة ديالو طبعا مع طريفة ديال التفاح وجوج حبات ديال البربة واللي هي المكون الرئيسي ديالنا في هذا العصير. عصير ديال البرتقالة مع طريف صغير ديال سكينجبير. هذا العصير من الأحسن يتشرب على الصباح قبل الفطور. حاولوا تتبعوه ضروري، راه مزيان بزاف للبنات اللي كيعانيو من فقر الدم ولا التعب الدائم. البربة معروفة على انها كتعاون على رفع نسبة الحديد في الدم، والتفاح كيعطي طاقة. اما عصير البرتقال كيعاون الجسم باش يمتص الحديد بشكل احسن. عصير بسيط ولكن المفعول ديالو قوي خصوصا الا تشرب بانتظام. وهنا وصلنا للنهاية ديال الفيديو. صراحة ما بغيتش نقوي عليكم الهضره بزاف، ما تنساوش تكتبوا ليا في لي كومونتير شنو المواضيع اللي تبغوا ندير لكم عليها فيديو المره الجايه. وهادشي اللي كاين. الا وصلتي حتى لاخر الفيديو كنبغي نقول لك شكرا على وقتك واستماعك، والا عجبك الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع صحاباتك. نتلاقاو في فيديو جاي. سلامه.